موقف محرج اتحطينا فيه. اللي احنا فيه ده دلوقتي. الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. لا هي مش كلمة، او احنا اخوات يعني، بصراحة احنا اخوات. احنا اخوات. احنا اخوات. اخوات. يا كداب يا كداب. مش، لا استنى انا هنحور. في رابط بيجمعنا بالناس اللي بنحبهم. المشكلة انه بمرور الوقت ممكن يضعف. رباط هدفه يرجع الرابط ده من تاني زي الاول واقوى. حلقة جديدة ورابط جديد. طب احنا هنبدا ازاي؟ انا ابدا هو يبدا يعني؟ احنا بندخل في الموضوع على نخش في طول. الموضوع على طول يعني. طيب هتبدا انت ولا ابدا انا؟ ابدا انت. بلاش انا. يلا. فاكر دي. فاكر اول مرة اتقابلنا فيها؟ بصراحه انت اول مره انا قابلتك فيها انا كنت مسترخمك فشخ يا غريب. لهوي القلوب عند بعضها والله والله كنت من باب رخم للباب. مش عشان احنا بنصور والله ولا يعني انا الكلام عشان ده، حتى انا بنصور. قلت واتكلمت عليك. انا قلت الواد ده ما يقعدش معايا تاني عشان الواد ده أنا حاسه رخم. الواد ده بس بعد كده بقى ايه بقى بعد كده ايه؟ الموضوع اتغير يعني. إيه؟ يعني لقيتك حسيتك يعني قبل ما تقول جملتين ينفع من غير تبقى ده. صاحبي يعني. تنول الشرف. ينفع ابقى صاحب. تنول متشكرين الشرف جدا ده. يا استاذ ابراهيم انول الشرف. متشكرين. قلدني. اقلدك بص قلدني. عادي. انت لما بتيجي لما بتيجي تصور على الانستجرام بتعمل كده. ده حقيقة أيوة. حاجه كويسه نفسك انها تحصل لي. بصراحة اقول ايوه بصراحه. انت وحبيبة ترجعوا. ايه مسهل الحال يعني، لو في خير ما اتمناش ان هو ما يجيش يعني. والعلاقة دي لو رجعت هبقى انا السبب فيه. ويا حبيبة هقول لك لو رجعت اللي انت هتبقي فيه انا السبب فيه. منه لله. منه لله. اديني نصيحة بخصوص علاقتي العاطفية. لا يعني مش هي. اهدى. اهدى حاول تهدى بس. بس انا مش مرتبط يعني ما انا بقول لك اهدى، لما ترتبط اهدى بس. اهدى بايه يعني؟ مش فاهم. تستهدى بالله يعني تستهدى ايه؟ ما تتعصبش، ما احنا لسه قايلين المشكله العصبيه. اهدى خد الامور نصيحة في علاقتي العاطفية. نصيحه في اهدى من علاقتك ناحية ايه بقى؟ العاطفيه ان انت ما تبقاش اجريسيف بسرعه يعني. حاول ما تاخد شويه تعصبش وقت معاها بسرعه. يعني. لا اتعصب عادي بس مش بسرعه يعني. ادي بس اتعصب الموقف يعني مساحته، لو يعني اتحل ما اتحلش اتعصب. اتعصب. عشان هو انا اللي قال عصبي لي. فانا مش هنتقد هو العصبيه فاهم. اللي قال لي. احلى فرح او خطوبه حضرناها مع بعض. كانت خطوبتك. ده هي بجد. فعلا دي كانت اليوم بتاعه ده كان جميل جامد بصراحة. كان جميل. وده كان. فاكر اول خناقة اتخانقناها انا وانت مع بعض؟ دخلنا في خناقه، احنا بنتخانق مع حد احنا تقريبا ما بنتجمعش غير لو في خناقه. بيبقى دايما في موقف كده حصل مرة واتخانقنا. بص احنا شله ستة او 7 افراد يعني، كلنا بندخل اي مشاده. كنت معانا في الخناقة اللي اتخانقناها عند المحل في اه الشارع. هو ساب الخناقه كلها، وتقريبا في حد فينا اخد شوز بتاعت حد، وكان في فيلا جنبنا راح راميها من فوق السور. هو بيرازيه مش بيضربه. هو بيحطه في موقف بعد الخناقه. هروح بيه بقى انا دلوقتي. موقف كان هيبقى اصعب لو ما كنتش معاك. ممكن في كل الفترة اللي فيها فكرة الموف اون وان انا يعني انت من الناس اللي بس موف اصحابنا اون طبعا. بيا برضه لا مش كده، أهي. بس صحابنا برضو وقفوا معايا في حاجات كتير. بس انت كنت اكتر حد اللي هو دايما عايز انت فين، تعالى ننزل، تعالى نخرج، طب اعدي عليك، طب كده يعني. عشان كنت بقى مستني حد يقول لي كده. ما لمستش الموضوع ده. حاجه عبيطه عملتها لك بس اثرت فيك جدا. عشان انت كل يوم بتعشيني بصراحه. دي حقيقه. انا عندنا كل واحد يوم صاحبنا اسمه عمر حسين، كل يوم بنلعب بلاي ستيشن بالليل هو اللي قال مش وبنغلبه. انا، هو اللي فضحك مش انا. وكل يوم بيغلبه وبنتعشى على حسابه. بنلعب على العشاء بالليل فانا بكسبه كل يوم. انت اللي عليك السؤال. انت شفت السؤال. موقف انت استجدعتني فيه ومش هتنساهولي. انا مش هقول ايه هو الموقف عشان احنا مش هنقول اي حاجه في الحلقه دي ولا ايه؟ بس يوم مش هنقول اي حاجه. المره اللي انت قعدت فيها في اميتشي مع وقت المشكله. الخلاف اللي كان ما بيني وما بين خطيبتي يعني سابقا وانا اتدخلت فيه وحليت والموضوع فيه. اتحل يعني. انت تسالني حاجه نفسك تغيرها في شخصيتي. خلي بالك انت لو هتاخدني كده تقبل بعيوبي. بس لا انت مشكلتك العصبيه وزنان ورغاي وايه تاني؟ انا بعد كم زنان رغاي عصبي او عصبي. ايوه. هو بتوترني جدا. ايوه بتوترني قوي. مندفع ايوه. متسرع. ووطيتك جمل. كل ده فيا. ما هم دول تقريبا كلهم حاجه واحده. السؤال ده عندك ولا مش عندك؟
كمل. لا خلاص كان ليها حق تفركش لا برضه. حلوه كده. كان هو ده لو هي شايفه كده شبه فكان لها حق انها تفركش. اتفضل يا هو انا اسال بتعتبرني ايه بالنسبه لك؟ بص، هو غريب بالنسبه لي من الناس اللي هي هو شبهي شويه في حته العصبيه دي، بس اللي هو ابيض يعني. احنا ممكن نتعصب انا وهو عصبيين فشخ، بس في الاخر اللي هو احنا لا بكلمه انت بنهدى بسرعه. خلاص شكرا، ولا اي حاجه حصلت. فانا بحبك يا صاحبي يعني. وانا كمان بموت فيك. حلو. مش عايزين بتاعتنا والله. هناخد مش ايه بتاعتنا. ولا هنعمل ايه؟ احكي عن فتره كانت صعبه وانا وقفت جنبك فيها. الفتره اللي احنا فيها دي بصراحه هو تقريبا عايش نفس موقفي. دي حقيقه. فعلا الاثنين طب يعني عمالين احكي نريح على تفاصيل كتف بقى. بعض. احكي تفاصيل بقى. لا يعني انا مثلا الفتره دي نفسيا ما كنتش احسن حاجه، وانت كمان ما كنتش احسن حاجه. ف ما حدش فينا محسس التاني ان في حاجه ناقصاه يعني. ما تفهمنيش غلط. ما تفهمنيش غلط. بس فدي حاجه بصراحه انا اشهد لك بيها يعني، بعيدا عن الاخوات التانيين. السؤال لذيذ ده. اغنيه بتفكرك بيا او موقف عدينا بيه سوا. اللي كنا لسه بنغنيها في العربي. لا قول الاغنيه. ما عشان رياكشناتك وقتها لما انا عملت مين. قول الاغنيه. اسم الاغنيه حب ايه بتاعت الليمبي. اغنيها لك ولا ايه؟ غنيها لي طب اه تاني. يعني. لا ما غنيها. غنيها لي شبه ما غنيتها في العربيه. لا مش هينفع. بسرعه مش هينفع. بسرعة مش يعني. هينفع خش. لا يلا انا مش هكمل اللعبه لما اغنيها. طب ليه المواقف دي؟ يلا. حب. بنفس رياكشنات العربيه. مش عارف اغني. ماليش دعوه. حب ايه اللي انت جاي تقول. حلو الجمله دي. مين فيكم بيتأخر عن مواعيده؟ يا كذاب يا كذاب. انا رنين عليك النهارده كام مره؟ انا باجي اقف لك على المحموديه كام ساعه هنحور. والله ما كملت دقيقه. لا وكل مشوار لما بنبقى رايحين الساحل دقيقه ولا اقسم بالله لا، دقيقه. دي دقيقه. وبعدين انا اتاخرت اصلا عشان انت كنت وبعدين عندك انت عمودة. بتستناني اجي لك لحد البيت وتقول انا نازل اهو، انت بتلبس اصلا. ايوه يا حبيبي عشان انا بيتي طب انا على اول مالي الشارع. مشاكل دي لا انت هو والله ده كذاب. والله هو. انا ازاي وانا اللي بعدي اخدك يا عم من والله البيت؟ انت انا اللي باجي أيوة. انا اللي باجي لك البيت اخدك، يبقى انا طيب. ازاي اللي بتاخر؟ احنا متفقين نتقابل الساعه كام؟ النهارده مش متفقين اصلا. لا متفقين. لا مش متفقين والله متفقين. قلت لك الساعه 12 عايزين نتحرك، جاي لي الساعه 2:10. فدي مش في مواعيد. صلاه وانت ايه يا عم مش بتصلي ولا في ايه؟ صلاه قلت لك هنصلي لو في كنت السكه. بغسل العربيه عشان اهو يعني مين يعني انت اهو. ماشي. مين بيروح الجيم أكتر؟ ايه ده الراجل اللي جنبك ما ده بروحش ده كده الراجل اللي جنبك ده مش انا. هو احنا اتنين بنروح بس يعني هو بيروح اكتر مني. مين ذوق أحلى في الهدوم؟ مش لا استنى انا هنحور. لا مين ذوق احلى؟ احنا الاتنين ذوقنا حلو يعني. وبعدين اكيد انا هنا بقول وجهه نظري. انت مالك بمضربي؟ ما تخليك ثواني بس بمضربي. ثواني مين مين يبقى انا وانت ذوق احمد؟ دي ايوه بس كده. طبله دي. مين بيتعصب أسرع؟ لا انا انت كذاب كده والله العظيم كذاب. والله العظيم كذاب. انا خد بتعصب. بالك مين اتعصب؟ خد بالك ان هو اتعصب. انت اصلا اتعصبت دلوقتي. انا مش متعصب. انت انت مش كذاب بطل كده. ازاي ايه؟ عشان انت كذاب. متعصب بس بالراحه. مين دايما الكوس في الألعاب؟ عشان المصطلح بس انا مش فاهمه بس. اصل كوز يا اسطى. يعني مثلا لما بنلعب عيال بلاي ستيشن مثلا صح؟ بلاي ستيشن بس هو في البلاي ستيشن وانا احرف واحد فيهم فهو اكيد هو اللي بيطلع كوز مش انا. هقولها بطريقه محترمه. طب ما تختاروا لعبه تانية يعني. انت في الدومينو انا خلاص هي قالت بلاي ستيشن انا قلت هي ما قالتش بلاي ستيشن. ما قالتش بلاي قالت ستيشن. خلاص ما بص بتتعصب برضو ازاي؟ ما اتعصبتش انا برد عليك. مين فيكم عنده ريد فلاجز أكتر؟ لا انا ما درستش الموضوع ده قبل كده. يعني انا جامد. انا حلوه جدا من غير حاجه. هو انا دي ريد فلاج احسن. انا ريد فلاج خلاص اهو. طب انت شايف انا عندي ريد فلاج؟ لا علشان الحلقة كانت حلوة ووقتها طويل قررنا نعملها على جزئين. يا رب الجزء الأول يكون عجبكم. استنونا في الجزء الثاني يوم السبت الجاي الساعة 9 بالليل. ولو حابين تجربة رباط تقدروا تطلبوا الكروت دلوقتي من لينك الويب سايت هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. نشوفكم في حلقة جديدة ورابط جديد. خلاص خلصنا.